السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض من وصفات الصيف الخفيفة اللي ما بتاخدش معانا وقت، اللي الولاد بيحبوها جدا في أي بيت. هنعمل مع بعض النهاردة الكب كيك بالفانيليا وكب كيك شوكولاتة، بطريقة حلوة جدا. مش هتبطلي تعمليها، مش هتاخد منك أكتر من 10 دقايق تحضير أو 5 دقايق كمان تحضير. وقتها بس اللي بتاخده في الفرن. بوريكي قد ايه الكب كيك ما شاء الله عالي جدا وهش جدا. هنقول مقاديرنا بسم الله. معانا كوباية وربع من الدقيق المنخول، معانا 2 عدد بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معانا نص كوباية من السكر الأبيض الصحيح، معانا نص كوباية من الحليب، معانا تلت كوباية من الزيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الفانيليا، ورشة من الملح. هنجيب بولة فاضية هننزل فيهم بالبيضتين. البيض يا جماعة لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. كل مقاديرنا لازم بدرجة حرارة الغرفة. هنبدأ نضرب فيهم كويس جدا لحد ما لونها يبقى أفتح، لونها أفتح من دلوقتي بالشكل ده، بالويسك أو بالمضرب الكهرباء، بس هي ما بتاخدش وقت، فالويسك بتبقى سريعة برضو كده، لونها بقى أفتح. هننزل بالسكر الحبيبات، هنفضل نضرب فيه كويس جدا لحد ما السكر بتاعنا يدوب تماما. اللي لسه ما حطليش لايك ينزل يحط لي لايك وشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. بتمنى ان انتوا تدعموني عشان القناة تكبر بيكم. هنبدأ نضيف دلوقتي الزيت واللبن. انا هسيب لكم كل المقادير بتاعتنا في صندوق الوصف عشان تقدري تعملي الوصفة اللي يجربها. نزلنا كمان بالحليب، هنضرب كويس جدا، وهننزل بالمعلقة كبيرة من الفانيليا كده تمام. هنجيب الدقيق بتاعنا نبدأ ننزل بيه على مرتين، على مراحل حسب ما انت تنزليه، بس يفضل انزلي بيه واحدة واحدة. دي رشة الملح ما تنسيهاش يا جماعة، دي اهم حاجة في الحلويات، رشة الملح. هننزل بقى بالدقيق على طول كده. هنبدأ الشوية اللي فضلوا في البولة هنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر بالشكل ده، ونبدأ نضيفهم ونقلب كويس جدا الخليط عشان نمكس كل الخليط في بعضه، عشان ما يبقاش فيه دقيق ما اختلطش ببقية المكونات بالشكل ده. عايزة القوام بتاعه يبقى بالظبط نفس ده، مش عايزاه تقيل يا جماعة، مش عايزاه اتقل من كده، نفس القوام ده بالظبط عشان يطلع معاكي الكب كيك مظبوط. انا حابه اعمله فانيليا وتشوكلت. هنبدا هنقسم الخليط بتاعنا او ناخد جزء من الخليط بتاعنا في بوله تانية، ونضيف له معلقه من الكاكاو الخام الاسباني، عشان لو عندك حد بيحب الفانيليا يبقى اوكي، عندك حد بيحب الشوكولاته، رضيت كل الاطراف. هنبدا نقلبها كويس جدا عشان الكاكاو يختلط يتجانس مع الخليط. لو حسيت ان هي تقيله شويه طبيعي، عشان زودنا كاكاو، الكاكاو بيتقل اي سائل. انا ضفت بالظبط معلقه من الحليب بالظبط كده. نقلبهم بقى هيبقى الخليط معانا مظبوط. هنجيب صينيه الكب كيك، والقوالب بتاعه الكب كيك ده على فكره يا جماعه مش غاليه خالص. هننزل بالخليط بتاعنا الفانيليا والشوكولاته في الصينيه واحده واحده. حاولي ما تمليش الكب كيك كتير، في كل فتحة حاولي ما تمليهاش كتير جدا.
يعني هي كده كويسة. كده خلصنا الكمية بتاعتنا الفانيليا والشوكليت. انا مشغلة الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. من اول ما بدأت ان انا اشتغل في الكيك بتاعنا انا فاتحة الفرن وشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هنملى كل الصينية بتاعتنا وندخلها الفرن، هتقعد حوالي او حسب حرارة فرنك من 25 من 20 ل25 دقيقة وهتستوي معاكي. كده انا لازم تخبطيها في الكاونتر حوالي خبطتين 3 عشان لو في اي هواء او فقاقيع فيها تخرج. اهم حاجة يا جماعة لازم تكونوا مشغلين الفرن بتاعكم. كده الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن شوفوا قد ايه هو حلو جدا. هنسيبه لما يهدى خالص او ننقله على شبكة. وده شكل الكب كيك بتاعنا بعد ما برد. عايزة بس افتح لكم واحدة اوريكم قد ايه هي حلوة جدا من جوه ولونها فاتح جدا وما شاء الله شايفين عالية قد ايه وهشة قوي. صدقيني هتجربي الطريقة بتاعتي مش هتبطلي تعمليها ومش هتاخد منك وقت خالص. وقت ما بتحتاجي اي حاجة حلويات قومي اعمليها مش هتاخد منك وقت. بالظبط هنفكها واحدة واحدة بتبقى لازقة شوية. هنفتحها من جواها بقى. عايزة اوريكم قد ايه هي فاتحة من جوه بيضة جدا مش غامقة. الكيك بتاعنا مش غامق خالص وهش جدا وطري جدا. وفعلا هتتبسطي منه قوي. وبكده يبقى وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا واستنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.